انا بالنسبه لي يعني للاسف الفرصه ما كانتش متاحه ليا ان انا اشتغل بايدي. بس اتليست يعني انا طلعت من الكورس بشويه مفاهيم اساسيه هتفيدني في شغلي في مجال الكونستراكشن والبروجكت مانجمنت. يعني الفرق بين الاسكليشن والانفليشن كمفاهيم، الفرق بين الكونتنجنسي والمانجمنت ريزيرف، الحاجات دي كلها كانت فيها شويه لخبطه كده، وواحد كانت بتسمعها كتير بس ما كنتش عارف الايه المعنى الحقيقي بتاعها يعني. مم. ازاي تحسب موضوع البي تايم اوف، ديبريشيشن وطريقه حسابه. فالحاجات دي كلها بتتقال بشكل مستمر في المشاريع. فاللي انت تكون عارف بتيجي منين ويكون عندك ريفرنس لما تحب ترجع له عشان تحب تحسبها. فدي طبعا كانت حاجه مفيده جدا بالنسبه لي يعني.